قصة مرعبة من قلب الهرم. شقة كل اللي دخلها عمره ما خرج زي ما دخل. لو قلبك جامد دوس لايك واشترك عشان نكمل الحكاية. بعد حادثة سعيد بشهور صاحب العمارة بقى يائس، محدش راضي يقرب من الشقة، وكل ما يحاول يعرضها يتساءل عنها وتترفض فورا. اضطر في الآخر ينزل السعر لدرجة غريبة، كأنه عايز يتخلص منها مش يبيعها. وفي 2007 جه شاب لسه متجوز جديد اسمه محمود ومراته مريم. كانوا فرحانين إنهم لقوا شقة رخيصة، وقالوا لبعض إشاعات، الناس بتخوف بعض، مفيش حاجة اسمها جن ولا عفاريت. ضحكوا وهما بيجهزوا العفش، بس أول ليلة كل حاجة اتغيرت. الجيران سمعوا في نص الليل خبط متكرر على الحيطان، مش خبط عادي، كأنه حد بيخبط من جوه الحيط. بعدها بشوية سمعوا صوت صريخ مكتوم، كأن في حد بيتخانق مع حاجة مش مرئية. محمود قال لمراته بصوت مرتجف: سمعتي؟ في حد بيتحرك جوه المطبخ. دخل يطمن، لقى السكاكين مرصوصة على الترابيزة بشكل غريب، كأنها متجهزة لطقس دموي. السكاكين كلها لامعة كأنها اتغسلت حالة، والجو كان بارد بشكل مش طبيعي. بعد يومين بس مريم اختفت. محمود راح للشرطة وقال: مراتي خرجت ومرجعتش. لكن المفاجأة إن الجيران أكدوا إنهم شافوها آخر مرة واقفة في الصالة ووشها مليان دموع وبتبص للشباك كأنها بتستغيث. لما الشرطة كسرت الباب لقوا الصالة متبهدلة، بقع دم كبيرة متناثرة على الأرض، ورسم غريب بالدم كأنه رمز أو طلاسم. وفي الحيطة سكينة مغروزة بكل قوة مكتوب بيها كلمة واحدة: مالكنها. أما اتبخرت، مفيش أي جثة ولا أثر. محمود عاش بعدها شهور قليلة بس. الجيران بيقولوا إنهم كانوا بيسمعوه كل ليلة بيتكلم مع نفسه بصوت عالي، وكأنه بيرد على حد في الشقة. أحيانا صوته يبقى مرعوب، وأحيانا يضحك ضحك هستيري. لحد ما في ليلة لقوه مدبوح، رقبته مفتوحة بسكينة المطبخ. الشرطة جت، لكن الغريب إن السكينة ما كانش عليها ولا بصمة، كأنها اتحركت لوحدها. الجيران قالوا إنهم قبل ما يلاقوه بدقايق كانوا سامعين صوت ضحك أطفال جاي من الشقة، وضحك معاهم صوت ست رقيقة بتقول: دورك جه. من بعد الليلة دي الشقة بقت لعنة حقيقية. كل يوم بالليل على تمام الساعة 12:10 النور يولع فجأة لوحده، ويتسمع جري سريع وصوت صريخ جاي من جواها. مرة جار قديم حالف إنه شاف منه من الشباك، شعرها كله مبلول بالدم، وعينيها سودة فاضية، وابتسامتها مش ابتسامة بني آدم، ابتسامة عريضة مش طبيعية، كأنها بتستناه هو كمان يدخل. في سنة 2010 4 عيال مراهقين قرروا يعملوا تحدي مجنون، يدخلوا الشقة اللي محدش بيقرب منها. كانوا بيضحكوا وبيصوروا نفسهم وهم طالعين السلم، بس